شو قصة الشاب اللي أبوه أعطاه ورقة وقال له أول ما بتتجوز بتعطيها لمرتك؟ هذا يا حبايب القلب في واحد أبوه أعطاه ورقة وقال له يابا إذا يوم من الأيام أنت بتتجوز بتعطي هاي الورقة لمرتك، بس وين بتعطيها إياها؟ بعد ما كل الناس تروح من الحفلة وتضل أنت وياها لحالكم، وأوعك يابا تفتح الورقة وتقراها. بعد فترة اتوفى الأبو، وهنا الشاب تزوج بنت من أسرة راقية، وبعد ما روح المعازيم وأعطاها الورقة هنا البنت على السريع اطلعت فيه صمتت وكف وقالت له طلقني. هنا الشاب راح تزوج بنت من أسرة فقيرة ونفس الموضوع اتكرر معه، بعد ما قرأت الورقة واتطلعت فيه سلخت وكف وقالت له طلقني. بالاخير الشاب قرر انه يتزوج بنت من قرايبه يا حبايب، فلما اجى يعطيها الورقه بعد ما روح الناس حكى لها اسمعي يا بنت الحلال، تعالى انا وياك نتفق هالاتفاق، اول ما تفتح الورقه وتقرايها ما تحكم علي ابدا، لاني انا ما بعرف شو مكتوب بالورقه وهي اصلا وصيه ابوي، اتفقنا؟ قالت له اتفقنا. هنا البنت فتحت الورقه وقرأتها، دمعت عيونها، اطلعت فيه، انضغطت، انخنقت، سلخت وكف وقالت له طلقني. هنا الشاب اتضايق من القصه هاي كلها وقرر انه يسيب البلد ويهاجر، وسحب حاله وسافر وتوجه على المطار وطارت هالطياره. هسا وهو قاعد بالطياره مرقت المضيفه تاعت الطيران من جنبه، فخطرت في باله هنا فكره، حكى لها في مجال تقراي لها الورقه اغلبه. هنا المضيفه قرأت الورقه وفجأة صفنت، صرخت صرخة قوية وصمتته كمان فحكت له ارمي حالك من الطيارة أحسن إلك. هنا الشاب زعل وقرر انه يرمي نفسه من الطيارة، وهنا الشاب رمى حاله من الطيارة وهو بالجو طاير ومستفز ومضغوط من الهم والغم اللي اجاه. حكى طب ليش ما انا افتح الورقة؟ والله لا افتح الورقة واشوف ابوي شو كاتب لي فيها. واول ما فتح الورقة طارت الورقة. ليش طارت؟ لانه بالهواء بالجو نط من الطيارة وجو هواء وعلمكم سرعة الهواء، طارت الورقة وما لحق يقرا الورقة وضلت حسرة بقلبه وبقلبي وبقلب اللي قاعد بحضر في الفيديو هذا. حسبي الله ونعم الوكيل، بس اموت واعرف شو مكتوب في الورقة. والله شباب اللي بلاقي الورقة يبلغني شو مكتوب فيها، اكيد وقعت في اي مكان ولا علي مدقل دم. يعني امان عليك ما تسب، واعمل متابعة واكسبلور وتعليق، بس ما تسب، امانة.